السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع نهاية الدوري الممتاز ما بين النادي الأهلي المارد الأحمر ضد نادي فاركو. نبدأ بتشكيلة المباراة وتحليل المباراة كده في السريع. النادي الأهلي بدأ بخطة 4-3-3 كالعادة. الشناوي في حراسة المرمى، قدامه ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا. ثلاثي الخط الوسط عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور. قدامهم أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، ومهاجم صريح وسام أبو علي. الأهلي بدأ المباراة بضغط متقدم عشان ما يتأخرش كتير. في الدقيقة 9 كورة في نص الملعب من مروان عطية لأشرف بن شرقي، بيحط أسيست لوسام أبو علي سيمفونية ليسجل الهدف الأول للمارد الأحمر. يستمر الضغط من المارد الأحمر لحد الدقيقة 33. تبدأ الكورة من نص الملعب، عمرو السولية باص لمروان عطية، مروان عطية لطاهر محمد طاهر، يحط باص لأشرف بن شرقي، عرضية بالكربون لوسام ليسجل الهدف الثاني عشان ينتهي الشوط الأول 2-0 للمارد الأحمر. تبدأ أحداث الشوط الثاني. الأهلي نازل مزاجه عال العال وبيلعب كورة ولا في الخيال، وتيكي تاكا أهلوية في نص الملعب، واللعيبة نازلة تتمتع. 20,000 متفرج في الاستاد القاهرة، وتقول لهم أنا الأهلي، أنا البطل، أنا ملك اللعبة. وهتاف الجمهور كالعادة يهز استاد القاهرة الدولي لحد ما نوصل للدقيقة 60. أسيست من مروان عطية لإمام عاشور، ينفرد بالحارس ويراوغ الحارس شيكا، لكن الحارس يخرج بره ال 18 ويعمل تاكلينج صعب جدا على رجل إمام عاشور عشان الحكم يرجع للفار ويطرد الحارس ويتم استبداله، ويتم حساب فاول من قدام ال 18، من خارج ال 18، علشان وسام ابو علي ما يفوتش الفرصه كالعاده. اي فرصه، اي فاول من قدام ال 18 بالنسبه لوسام فهي ضربه جزاء. ويقف على الكوره مع اشرف بن شرقي، ويقدروا يعملوا جمله بينهم ويخدعوا الحارس. ووسام بذكاء المهاجم القناص يقدر يلعب الفاول شومه شومه في نفس الزاويه اللي واقف فيها الحارس، ويسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي لوسام شخصيا، ويكون تاني هاتريك وأول هاتريك لوسام في الدوري، وتاني هاتريك منذ مجيئه للنادي الأهلي. الأهلي واصل الضغط في الدقيقة 64. إمام عاشور كورة متطرفة ناحية الشمال، يعمل باص لعلي معلول ملك الحلول اللي كان لسه نازل. معلول وأسيست تحفة روعة، عظيم أنيق جامد من علي معلول لوسام أبو علي اللي يسجل الهدف الرابع للأهلي. والسوبر هاتريك لوسام أبو علي الهداف القناص الفدائي الفلسطيني. الهدف الخامس للنادي الأهلي هجمة مرتدة ولا أروع، تبدأ من مصطفى شوبير اللي تم نزوله كبديل بدلا من محمد الشناوي بعد خلاص ضمان نتيجة بفوز النادي الأهلي. يبدأ كورة مرتدة مصطفى شوبير لإمام عاشور، استلام ولا أروع، باص لوسام أبو علي، عرضية من وسام للشحات، وتسديدة لا تصد ولا ترد من حسين الشحات، والهدف الخامس للنادي الأهلي. حسين الشحات يعد أفضل وينج يقدر يتصرف بالكورة ويفسح المهاجمين. حسين الشحات مهما اختلفنا واتفقنا على إمكانياته، لكن هو لاعب من أمهر لعيبة الدوري الممتاز، ولاعب من أمهر لعيبة النادي الأهلي على مر التاريخ، أو خصوصا في آخر 20 سنة. وتكون بهذه النتيجة النادي الأهلي 5-0 علشان ما يخيبش الأهلي. في الدقيقة 93 هجمة مرتدة من إمام عاشور لمروان عطية، أسيست من مروان، توصل الكرة لحسين الشحات، الجول فاضي. وده يثبت لك قد ايه الروح الرياضيه ما بين اللعيبه، ودي الروح الحلوه اللي قدر يخلقها الجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن عماد النحاس والكابتن محمد شوقي والكابتن محمد يوسف ما بين اللعيبه. الجون فاضي قدام حسين الشحات، وكان قادر ان هو يسجل الكوره جون ويكون الهدف الثاني ليه شخصيا والهدف السادس وانهاء المباراه، لكن هو فضل ان هو يلعبها بكعب رجله ولا اروع لامام عاشور اللي بينافس على هداف الدوري. والفرق ما بينه وما بين أسامة فيصل ناصر منسي يعتبر هدف واحد، عشان حسين الشحات يلعب كعب رجل لإمام عاشور، وإمام ما يخيبش شومة شومة في نص الجول عشان يسجل الهدف. يكون إمام عاشور تصدر ترتيب هدافين الدوري، وهو رسميا هداف الدوري الممتاز. الشوط الثاني من النادي الاهلي نزل عشان يمتع لعيبه النادي الاهلي، نازله تمتع جمهوره. حرفيا اللعيبه عملت كل حاجه في الماتش ممكن تتخيله وممكن ما تتخيلهوش. كل حاجه في الماتش تمت
من اللعيبة كما يمكن. بساط ماشي شغال. شفنا يعني اسيست من علي معلول، تحفة تحفة تحفة. حرفيا علي معلول بمجرد ما نزل عمل حرفيا علي معلول بمجرد ما نزل عمل اسيست لوسام ابو علي يدرس يدرس. وده علي معلول طبعا. طبعا الجمهور بمجرد ما علي عمل الاسيست كأن علي اللي سجل الجول، وفضل حزن عليه وان هو يروح يودع الجمهور. تقريبا دي اخر مباراة لعلي معلول مع النادي الاهلي. وبعد الفوز النادي الأهلي ب6-0 على نادي فاركو، يكون ده نهاية الدوري الممتاز وفوز النادي الأهلي رسميا بالدوري ال45 على مدار تاريخه، ليتصدر بلا أي منافس. أقرب منافسيه تقريبا النادي الأهلي ضعفين عدد منافسيه في الألقاب، خصوصا في بطولة الدوري الممتاز. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لكابتن محمود الخطيب، مليون مبروك للاداره، مليون مبروك لكابتن عماد النحاس وجهازه الفني، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف الف مليون مبروك. ومن دايما نتمنى للنادي الاهلي التوفيق. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه ودعمني، دعمك هيفيدني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.